الموضوع ده عالمي. فيديو جديد وهنعمل احسن اختراع. معانا ربع كيلو كفته من مشويات جدو، بس مش ده الفيديو. احنا معانا كميه جبن رهيبه. دلوقتي احنا هنحط الكفته وعليهم كل ده ونترسه جبنه وناكل ونشوف طعمها هيبقى ازاي. خلونا سريعا نبدا بمشويات جدو. الاوردر بيبقى فيه 2 مخلل وواحده طحين، معانا رغيفين وفي رغيف تالت تحت كمان مع ربع كيلو كفته. يلا بينا ندوق قبل ما نحشيهم. كفتة مشويات جدو غرام. مش هننسى طبعا السندوتش التمام. مشويات جدو عالمي في الكفته. لو حابين نجرب كذا حاجه منه اكتبوا لنا في الكومنتات. ندخل في صميم الفيديو. اول حاجه هنعملها هنجيب الكفته ونقطع كل واحده 4 اجزاء ونسيبهم تحت خالص. مش لازم تعملها من كفته محلات من بره، ممكن تعملها اي حاجه. وده الشكل. بعد كده هنجيب الجبنه الشيدر نقطعها من فوق على الكفته، وطبعا نحط كميات. الجبنه بتتطاير من كترها. وده كان شكلها بعد الشيدر. هتجيب لانشون وتقطعه من على الوش برضو، بس خليه جوده حلوه. وده شكله بعد ما اللانشون اتقطع. فاكرين الجبن خلصت فاحنا لسه بنسخن. جبنه الرومي وتقطعها من على الوش، واهتم قوي بالجبنه الرومي عشان دي هتديك طعم رائع رائع. تقريبا كل قطعه هتعمل سندوتش. كان ممكن نمحر 20 سندوتش جبنه. ده شكلها بعد ما الجبنه الرومي اتحطت. واخر حاجه اللي هتدينا وش حلو الجبنه الموتزاريلا. كتر يا باشا. وكده ده شكل الجبنه الموتزاريلا. وكده طبعا هيبقى خلص التسخين. يلا بينا. وكده احنا سيحنا الجبنه. عايز اوريكم شكلها. لوحه فنيه حرفيا. يعني افضل من كده شده مش هتلاقي. انا عايز اقول ان عملت حاجات سايحه كتير جدا، من كرواسون، من بيتزا، من اندومي، من فطير. هسيب لكم اللينكات لو انتم ما اتفرجتوش عليها في الديسكريبشن، بس دي عالميه. طبعا ما ننساش الناس اللي بتحب تاكل بالعيش. اراهن ان المطه طلعت اوت اوف فوكس. السندوتش يدخل القلب حرفيا. العيش فوق الممتاز. عيش بلدي. نشوف يا جماعة عالمي. كل الناس بتاكل كفتة بالطحينة، بس محدش أكل كفتة باللانشون بالجبنة بالطحينة. بتاع ده عالمي. طبعا ده فوق الممتاز، بس في واحد احنا عايزين ناخد رأيه. هنشوف هل هتعجبه ولا لا. يلا بينا. ده سندوتشه حلو جدا. يلا ايه رأيك؟ أحلى ولا أوحش؟ أحلى بكتير. الموضوع ده عالمي. بس أنا حاسس إن العيش البلدي أفضل بكتير من العيش الريتش، مع إنه هو أغلب أضعاف. فلا، جربوها مع العيش البلدي. كده احنا بقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ادينا لايك، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. اكتب لنا ايه اكتر الاختراعات بالجبنه اللي انت عملتها. ويلا سلام. جمدان مش صح؟